المستمع الجيلي محمد الطيب بعث برسالة تضمنت عددا من الأسئلة، من بينها سؤال يقول فيه: إني أحب مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأشتري عددا من الأشرطة في مدحه، وأستمع لها كل يوم، فهل يصح ذلك؟ هل استمعت إلى كلام الله جل وعلا؟ ثم إني لا أدري ما هذا المدح، هل هو من الغلو الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبغضه، وقد قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أما هذا المدح الذي يقول فيه بعضهم: يا أكرم الخلق، ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العيني، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي، إلى آخره. أمثال هذا هو الشرك، هو اسمه مدح ولكنه شرك. يقول عنه: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. ماذا بقي لرب العزة والجلال جل وعلا إذا كان من جود محمد صلى الله عليه وسلم الدنيا وضرتها الآخرة؟ ليست هذه جوده كله، ولكنها من جوده، يقول هذا المادح. ومن علومه، وليست كل علومه، علم اللوح والقلم، فما بقي لله جل وعلا؟ نعوذ بالله. النبي عليه الصلاة والسلام يبغض المديح ويحب الحق صلى الله عليه وسلم، والحق شهادة أنه رسول الله، وأنه عبد الله جل وعلا، وأنه مصطفاه من خليقته، وأنه أنصح الخلق إلى الخلق، وأصدق الخلق قولا، إلى غير ذلك. هذا من الحق. والباطل ما يقوله صاحب هذا المديح وأمثاله. ونحن لم نتعبد بقراءة المديح ولو كان بأفضل الخلق، وإنما تعبدنا بقراءة الكتاب الكريم، القرآن العظيم، الذي هو شفاء لما في الصدور، وهدى، مصدر أحكام وهداية. فأنصحك وأنصح من يستمع أن تصرفوا هممكم لتأمل كتاب الله جل وعلا واستماعه. لا يوجد كلام قراءته ولو لم تفهم معناه قربه سوى كلام الله جل وعلا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا.